يا مساء الرعب والضحك والسوشيال ميديا اللي فيه عفاريت أكتر من الشارع. انت داخل تتفرج على قصة رعب؟ طب كويس، بس استعد، لأن اللي جاي ده مش رعب عادي، ده رعب بالجبنة والزيتون. يعني تخيل معايا عفريت جعان بيحب البيتزا، وبيغير أكتر من خطيبتك لما تشوفك بتضحك في الميمز، وبيطلع من التلاجة بدل ما يطلع من المقبرة. لو قلبك جامد وبتحب القصص اللي فيها هري على ضحك على خوف على عفريت بيطبخ، يبقى اقعد رايق وافتح ودانك، لأن النهاردة هتحضر حفلة بيتزا ما حصلتش. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو قلبك جامد اشترك في القناة، ولو خفت اكتب لي في الكومنتات، يمكن اطلب لك بيتزا انا والعفريت سوا. أنا اسمي إيهاب، شاب عادي جدا، ساكن لوحدي في شقة ورثها عن جدي الله يرحمه في عمارة قديمة في شبرا. بس الشقة دي ليها تاريخ مش طبيعي. جدي كان دايما بيقول اوعى تفتح الباب بعد الساعة 3 الفجر حتى لو الباب خبط لوحده. وأنا طبعا ما صدقتش وقلت دي خرافات، لحد ما جت الليلة دي. كان يوم جمعة وأنا طالب أوردر بيتزا سخنة من عند إيطاليا على قدنا، وأول ما وصلت لقيت جرس الباب بيرن. فتحت، مفيش حد. بصيت على الأرض، لقيت البيتزا مرمية وورقة صغيرة مكتوب عليها تقدر تشارك؟ أنا جعان بقالي 300 سنة. ضحكت وقلت حد بيهرج أكيد، ورجعت جوه وبدأت آكل بيتزا. أول ما خدت أول قضمة الأنوار اتقطعت والتلاجة فتحت لوحدها واللي جواها اتكلم. أنا اسمي فلفل، وأنا كنت عفريت طباخ في العصر المملوكي، وموتوني بعد ما عملت شوربة بالسمك والكيك سوا، ومن ساعتها وأنا جعان. قلت له ماشي يا عم فلفل، بس إيه دخل البيتزا في الملوخية؟ قال لي ماليش في الملوخية، بس من يوم ما شميت ريحة البيتزا وقلبي بيرقص طرب يا معلم إيهاب. قلت له يعني أنت عفريت بتحب البيتزا؟ قال لي ومش أي بيتزا، أنا بحبها بالمشروم والزيتون، وساعات عايزها سادة لو معدتي بتوجعني. هنا بقى بدأت أتعود عليه، بقينا كل يوم نطلب بيتزا ونقعد نحكي لبعض. بس المشكلة إن فلفل عنده غيرة غير طبيعية. مرة جات لي واحدة صاحبتي تزورني، وفجأة النور فصل والكراسي بدأت تطير، وسمعنا صوته بيقول انت بتضحك على مين يا إيهاب؟ البيتزا ليا. صاحبتي جريت وصرخت وقررت تقطع علاقتها بيا، وأنا بقيت محبوس في شقة مع عفريت غيور بيحب البيتزا أكتر من أي حاجة. وفي يوم قلت له فلفل، ما تيجي نعمل قناة يوتيوب ونعمل فيديوهات عن الطبخ والأرواح الشريرة؟ رد عليا وقال بس بشرط اسمي يجي الأول، قناة فلفل وأصحابه. وبقينا ترندد، بنطلع لايف نعمل بيتزا بأشكال مرعبة، وفلفل يقول نكت من العصر العثماني وأنا أضحك زي الغبي. بس على الأقل ما كنتش لوحدي. وفي آخر لايف فلفل بص للكاميرا وقال لو عندك بيتزا زيادة سيبها تحت السرير وأنا هجيلك بالليل، بس ما تقلقش هاخد البيتزا وامشي غالبا. النهاية ولا ايه؟ خلص الحكاية، خلصت، بس العفريت لسه واقف ورا الكاميرا بيزعقلي فين اللايكات يا خلق الله؟ يعني انت قاعد تتفرج من اول الفيديو لاخره ومفيش حتى تعليق صغير تقول فيه انا عايز جزء تاني؟ طب انا اعمل لك ايه؟ ابعت لك العفريت يدق عليك؟ لو عجبتك الحكاية دوس لايك وخبط سبسكرايب على دماغه، واعمل شير لحد ما البلكونة تبقى مولد. واوعى تنسى تكتب في الكومنت انا من جماعة العفاريت المتفاعلين،